رسميا دونجا بينضم لنادي النجم السعودي. نادي النجم السعودي في المركز العشرين قدم عرض لنادي الزمالك ان هو عايز يضم دونجا، ودونجا كان موافق، وكمان قال لك انا هتنازل عن مستحقاتي المتاخره اللي هي قيمتها 7 مليون جنيه، بس توافقوا ان انا امشي. العرض غريب من نادي في المركز العشرين ساب لعيبه الدوري المصري كلها، وجاب دونجا المصاب بقاله 3 شهور ولا 4 شهور ما بيلعبش كوره اصلا، وما اشتغلش مع الزمالك غير الموسم اللي فات ده من اصل كام موسم لورا، واختار دونجا وبكام بمليون دولار، تشمل بقى الحوافز والليله كلها. فخلينا نبص للعرض من ناحيه الزمالك، فهو العرض حلو مش وحش. مليون دولار في لاعب عنده داخل على 30 سنه، فانت مش هتكسب من اللاعب ده حاجه، اخرك هتجدد له ايه سنه سنتين وبس وشكرا على كده، وهيهبط دونجا. لان دونجا مش اللاعب اللي هو العالي قوي، هو كان موسم اللي فات بس كده قدام على الزمالك بالحب، من اصل كام موسم وهو في الزمالك ورا من ساعه اصلا ما جه من بيراميدز. فخلينا الموسم اللي فات ده بس هو احسن موسم لدونجا عامه مع الزمالك. بس في لعيبه تانية في مركز ستة احسن من دونجا، شباب زي محمد شحاته، زي احمد ربيع، زي محمود جهاد. اللعيبه دي انت هتقدر تجيب منها مع الوقت خبره احسن في المركز ده. فالعرض بالنسبه لنادي الزمالك، كون ان انت لاعب زي كده تنزل لك عن مستحقاته المتاخره وانت واخد مليون دولار تقدر تحل بيه مشاكل، فهو العرض حلو مش وحش. رغم ان العرض غريب بس جه في مصلحه الزمالك، واول مره اداره الزمالك تتصرف صح، اللي هو ايه، لاعب بقاله 6 شهور في العقد بتاعه فانا هلحق ابيعه بدل ما يخش بقى في حته مجادله ويعمل ويحصل زي ما حصل في موضوع زيزو. فاداره الزمالك قدرت ان هي تشغل دماغها المره دي صح، والعرض حلو مش وحش وهيفيد الزمالك.